والله دي أكتر آية مرعبة، ولمّا هتسمعها هيحصل لك زي ما حصل لي، هتسمعها كإنك بتسمعها لأول مرّة، كإن ربنا لسه منزّل الآية دي النهارده لينا في الوضع اللي إحنا بقينا فيه وفي الحياة اللي إحنا بقينا فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحديد في الآية 20: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة اللي احنا فيها دي، أنا بتكلم على الناس الصح، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتسعى، ربنا وصفها لعب ولهو. تخيل، يعني انت بقيت السي او بتاع اكبر شركة بتصنع اقوى واجمل حاجة في العالم، لو انت مش ماشي في السكة الصح وبتعبد ربنا صح، واللي انت بتعمله ده بتراعي فيه اوامر ربنا ونواهيه علشان ينفعك في الاخرة، انت بتلعب وتلهو. لو انت بقيت اكبر عالم في الدنيا، لو انت بقيتي اقوى ست في التاريخ، لو انت بقيت بطل العالم، لو خدت كاس العالم، لو بقيت نمبر وان، لو خدت جايزة اوسكار، لو بص لحد اما دماغك تجيب، واللي انت بتعمله ده بتعمله للدنيا بس، ما بتراعيش فيه اوامر ربنا ونواهيه وماشي في الطريق الصح وبتبتغي بيه الاخرة وبتبتغي بيه رضا ربنا وبتراعي ربنا في اللي انت بتعمله، انت في لعب ولهو وتفاخر وزينة، وكل ده ربنا وصفه كأنه يعني حاجة كالغيث كده، يعني حاجة جت وكبرت وفجأة نزلت على مفيش، وربنا قال لك وفي الآخرة عذاب شديد. متخيل؟ عشان كده الدعاء الجميل اللي ربنا علمه لنا في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل اللي انت بتعمله ده لو انت مش ماشي اصلا في الاتجاه الصح لعب ولهو. شوف علاقتك بربنا، علاقتك بأهلك، علاقتك بصلاتك، طاعتك لربنا عاملة ازاي. لو كنت اجمد واحد في العالم وكل الحاجات دي بايظة، انت بتلعب، انت بتضيع نفسك. احنا جايين الدنيا دي مش عشان الدنيا، احنا جايين الدنيا دي ابتلاء واختبار عشان ننجح في الآخرة، في الحياة الأبدية عند ربنا. صباح السعادة.